السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم، أهلا وسهلا بكم في الكورة. النهارده معانا مباراة النادي الأهلي وإنبي في الجولة السادسة من دوري النايل موسم 25/26. إن شاء الله بعد الفاصل هنتكلم على تشكيل النادي الأهلي، إيه اللي عمله النادي الأهلي في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. ورجعنا لكم تاني الجولة السادسة وبداية توالي كابتن عماد النحاس قيادة الجهاز الفني النادي الأهلي بعد إقالة ريبيرو. إن شاء الله كل التوفيق لكابتن عماد النحاس والجهاز المعاون في تكملة المشوار إن شاء الله ونشوف كورة كويسة. الحقيقة النهارده كابتن عماد بدأ بتشكيل مكون من الشناوي، اليمين هاني وفي الشمال كوكا وفي النص بيكهام والعش. خط النص مركز 6 عودة مروان عطية، على يمينه ديانج، على شماله برمضان، وفي الهجوم محمد شريف في النص، على يمينه زيزو، على شماله تريزيجيه. المباراة دي بتشهد عودة تريزيجيه للناحية الشمال، الناحية المفضلة عنده إن شاء الله، وأعتقد دي بداية تصحيح المسار بالنسبة لتريزيجيه. تريزيجيه بيلاقي نفسه جدا في الناحية الشمال عن الناحية اليمين. أنا أعتقد يعني كل التوفيق لكابتن عماد في حركة تريزيجيه من اليمين للشمال. النهارده النادي الأهلي بدأ المباراة، كابتن عماد بدأ المباراة نازل ضاغط على إنبي، عايز يحرز هدف مبكر. النادي الأهلي بيهجم بيضيع إلى أن جت الدقيقة 34 شفنا فيها عرضية نموذجية من هاني. تريزيجيه اللي اترعب بشكل رائع، ركب الكورة، حط الكورة في المرمى عشان يسجل النادي الأهلي الهدف الأول. الشوط الاول كان زون ديفنس من انبي وحالات الهجوم النادي الاهلي حافظ فيه الهدف. بس في الحقيقه قبل ما نخش الشوط الثاني انا برضو زي ما كنت بتكلم في الحلقات السابقه، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ناقصه في النادي الاهلي، في حاجه يعني انا شايفها عامله مشكله كبيره، عامله مشكله كبيره جدا في الاداء، يعني مع كواليتي اللعيبه اللي موجوده، بس لا في مشكله كبيره. يعني عايز احط دي انا وجهه نظري، انا هقول المشكله من وجهه نظري انا. يعني طبعا قبل بدايه الشوط الثاني والشوط الاول رهيب، يعني تقريبا ما كانش موجود، او هجوم بدون فاعليه، او نقول انبي مستواه عالي قوي بقى بينقل على النادي الاهلي. لا في حاجه مش موجوده. الحاجه دي قبل ما نتكلم عن الشوط الثاني انا حابب اتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي عندنا المشكله دي انا كنت فيها قبل كده بقى لها اكتر من حاجه، مشكله خط الدفاع. خط الدفاع مش الفكره ان انا دافع كويس، خط ازاي انا بساعد في بناء الهجمات وازاي انا بطلع عشان اعمل كثافه هجوميه على الخصم في نص ملعب. فانا حاسس ان لا، خط الدفاع ده مفكك. خط دفاع النادي الاهلي بقاله 15 سنه مش عارف يجيب خط دفاع كويس. نستقطع بس الفتره اللي كان فيها رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، الدنيا ظبطت جدا، الاهلي بقى قوي جدا دفاعيا، الاهلي بيمتلك، الاهلي بيكسب سواء حلو او وحش، الاهلي بيكسب وبيحقق نتائج. منعم ورامي ربيعه كنت بتجيب بيضغطوا بينزلوا بعد قوس الدايره في ملعب الخصم، لا وبينقل كوره، اللعيبه بتنقل كوره يمين وشمال، بتباص بتطلع تلعب بدماغها، لا كانوا فارقين مع جدا. انما لو استقطعنا الفتره اللي كان فيها رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، لا من زمان الاهلي لا الحته دي مش عارف يجيب خط دفاع كويس. ثانيا الاثنين انا بتكلم بالذات الاثنين بتوع المدربات والليبرو، الاهلي مش عارف يحط ايده على حد يقدر يعتمد، بنتكلم 5 6 سنين في الحته دي ما بيتوفرش النادي الاهلي حد بالشكل ده. تمام. وحد يعني اقول ايه، نوعيه كده عماد النحاس، نوعيه من حد يقدر يبني الهجمه من تحت. طبعا بتكلم على عماد بيبني الهجمه من تحت، لا حرك الفرقه يمين وشمال، بساعد وبتخليني اطلع مركز 6 والطرفين الموجودين في نص الملعب الرايت والليفت، لا بطلعهم لقدام وانا بطلع باخد الفرقه معايا لقدام. الحته دي مش موجوده عند النادي الاهلي. يعني الحته دي انا حاسس ان خط الدفاع ده، لا خط الدفاع انا مش عارف استقر طبعا، بالاضافه لظهري الجنب. ظهري الجنب يعني طبعا وجود معلول فارق بشكل كبير جدا 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 مع النادي الاهلي. معلول تحس ان النادي الاهلي على طول في وضع هجومي. معلول انا ما بسالوش على الحته الدفاعيه لان الحته الهجوميه عنده طاغيه، مش حد حتى بيجي من ناحيته. لو حد لعب على حتى معلول، لا الحته الهجوميه بتغطي حاجات كتير جدا. بعد معلول لا النادي الاهلي قليل قوي في الناحيه الشمال، النادي الاهلي مش لاقي حد يسد الفراغ ده، مش قادر طبعا مع اصابه معلول بدايه الموسم السنه دي، لا مش لاقي حد يسد الحته دي. هاني انا وجهه نظري هاني على فترات، رغم ان انا بيبقى في علامه فهم كبيره قوي على اداء هاني ساعات اداؤه بيعلى ساعات اداؤه متذبذب، انما انا بتكلم على خط الدفاع بالكامل. انا بالنسبه لي مش مقنع في بناء الهجمات، مش مقنع دلوقتي برضه في الناحيه الدفاعيه. بحسس ان خط بالكامل 4 لعيبه بتاثر كتير جدا مع النادي وبتقلل من المجهود البدني للفريق، لان الاربعه دول لو انا بتكلم على تحركهم في الجانب الهجومي يفرقوا معاك
بتكلم على الظهرية الجنب بيطلعوا بيكملوا، وبتكلم على السردباك في الليبرو، انا بطلع لغايه بعد نص الملعب بعمل كثافه هجوميه بضغط الفريق، وهو ده الاهلي عايزه. الاهلي عايز يضغط الفريق في اخر ثلث الملعب زي ما بنقول ايه طريقه لعب برشلونه. ليه؟ لان لعيبه الاهلي خط الوسط وخط الهجوم مهريين، اقدر اعدي، اقدر اعمل 1 2، اقدر اوصل للحته اللي انا عايزها. الحته دي الاهلي ما بيقدرش يعملها انا شايف بسبب خط الدفاع. نيجي لحته ثانيه، مركز 6. مركز 6 مروان ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، اول ماتش ليه. مروان محتاجين منك الحته الهجوميه. انا حاسس ان حسام حسن هيطور ادائك بشكل كبير جدا في الحته الهجوميه. بيديك ادوار في المنتخب، شايف الادوار دي هتعود بالنفع في مركزك في النادي الاهلي. لا انا شايف ان في تطور، بس عايزين مروان يزيد شويتين. لا زي شوطان النهارده، لا انا هكمل بالشكل ده، انا الاقي نفسي كده على طول زي شوقي وفكره حسام غالي على قوس ال 18. لا انا موجود عشان اكمل. ديانج اداء غير مقنع. انا من زمان بقول اللعيب ده عنده امكانيات كتيره جدا، بس لعيب جبان ما بيطلعش امكانيات، ما بيطلعش كل اللي عنده. وعشان كده وجوده انا شايف زي عدم وجوده. يعني شايف ان عدم وجود ديانج في التشكيله ما بيفرقش كتير مع النادي الاهلي، عكس مروان اللي يفرق كتير جدا. انا شايف ان ديانج لعيب، انا من وجهه نظري يعني في الفتره ديت ما لعبش اساسي. شايف ان احمد رضا يلعب عليه اساسي. لا احمد رضا يقدر يدي، احمد رضا لعيب بيهاجم بشكل كويس، عنده مجهود، لا عنده يعني زي ما عنده حماس زايد. ديانج بحس لعيب يعني لعيب موظف بيأدي اللي عليه واقل من كده. لا عندك كتير وتطلع، مش عايز تطلع الكلام ده فعلا. لا ديانج انا شايف عليه علامه استفهام، فديانج فارق مع الفرقه. وطبعا لما بتكلم بقى جانب، لما انا اقول اللي بيمول الفرقه ديانج ومروان، الحته دي زيزو اتصاب، لا الحته دي ما بنوصلش كوره كويس للثلاثي الهجوم، رغم ان تريزيجيه بينزل وبيحاول يستلم. تريزيجيه طبعا اداء كان عالي النهارده جدا. طبعا الشوط الاول اداء عالي. شايف ان لا هو ده اداء تريزيجيه اللي احنا شايفينه في النادي الاهلي، هو ده اداؤه في المنتخب فعلا. لا احنا ابتدينا تريزيجيه يرجع بعد ما كابتن عماد لعبه ناحيه الشمال. شايف ان تريزيجيه هيجي الفترات المباريات اللي جايه، شايف ان الوزن نازل، مستوى اللياقه عالي، لا شايف ان شاء الله في شكل طيب. بس نيجي نقول كده يعني مشكله الاهلي خط دفاعه، مشكله الاهلي الاثنين اللي بيلعبوا في مركز 6 او 8 اللي هم الاثنين بيكملوا، طبعا في عدم وجود امام عاشور. الحته دي عامله مشكله النادي الاهلي. طب لما نيجي نقول الحته دي عامله مشكله ليه؟ لان انا شايف ان تاثر على الجانب البدني. شايف النادي الاهلي في الشوط الثاني المفروض بيزيد ويعلى على الفرق، لا النادي الاهلي بيقل شويه. حاسس ان الفرق ابتدت تمسك كوره على النادي الاهلي في الشوط الثاني، وده مش الطبيعي. طبعا النادي الاهلي بيضغط الفرقه 90 دقيقه فعلا، لا النادي الاهلي ما بيعملش كده. نتكلم بعد الشوط الثاني. الشوط الثاني انا شايف فيه تحول رهيب. طبعا تحيه للكابتن حمزه الجمل، لا شايف ان انبي ابتدى يمسك كوره، ابتدى ينقل، ابتدى يروح، ابتدى يوصل للمرمى، ابتدى يعني يبقى عنده فرص. النادي الاهلي تقريبا فرصه قليله جدا مقارنه بالشوط الاول. لا شايف ان انبي لا ما بيطفش الكوره، بيستلم، بيطلع بالكوره من تحت، اللعيب بيعدي من 1 و2 و3. شايف ان لعيبه النادي الاهلي انا شايف ان هي مش حافظه مركزها في الملعب. شايف اللعب شويه زي ما بنقول ايه، بدون نظام، بدون خطه، بدون تكليفات من المدرب. انا شايف المدرب مش حاطط بصمه. كل طبعا عذر كابتن عماد ده اول ماتش، لا مش حاطط بصمه انا ازاي اعمل ستريتش الملعب عشان اقدر اهاجم الفرقه دي. الفرقه دي اللي بتلعب قدام النادي الاهلي على طول بتلعب زون ديفenس، بتقفل بشكل كبير. حلها على طول لازم اعمل ستريتش الملعب، حرك الملعب وسلسل الكره يمين وشمال عشان اقدر اوصل الوان تو من اللعيبه، تكمله لعيبه خط النص، تكمله ظهراء الجنب، كل الكلام ده عشان اوصل لثمان لعيبه، 7 8 لعيبه هاجم بيهم، هم دول هعمل بيهم الفارق، هم دول هيوصلوني للجول. الكلام ده مش موجود خالص في الشوط الثاني. النادي الاهلي اختفى تماما في الشوط الثاني. واختفاء النادي الاهلي ده انا شايف طريقه لعب مع مجهود بدني. المجهود البدني لا اللعيبه مش هادي. وطبعا برضه حته الحماس. يعني انا عايز اقول انا لو رجعت لنهايه الموسم اللي فات لما اجي اقول طب ما نبدا بطار والشحات معاهم شريك، خلاص هنزل بتريزيجيه او هريح تريزيجيه وابدا بنص الملعب هلعب بمروان واحمد رضا وزيزو او تريزيجيه ونشوف. لا اللعيبه دي انا بحس ان اللعيبه اللي انا بتكلم عليها بتاعت نهايه الموسم اللي فات دي لعيبه عندها ده حماس زي لعيبه عندها نحراره. لا اللعيبه اللي هو ايه، لا انا هاكل نجيل عشان اكسب. انا الكلام ده مش لاقيه قوي دلوقتي، يعني بصراحه مش لاقيه قوي. هل اللعيبه ما توصلش الكوره؟ هل عشان حته الغموض اللي احنا بنقول في حاجه ناقصه؟ ايه اللي ناقص؟ الوحيد اللي يقدر يحط ايده على الحته دي هو المدرب، هو شايف اللعيبه اكتر منه. بس انا بقول ان خط الدفاع فارق كتير جدا مع النادي الاهلي، واداء خط النص مش الاداء المطلوب، فبالتالي بيطفي الثلاثي الهجومي او بيطفي اللعيبه المهاريه اللي بتعمل لي الفارق، الى جانب ان المستوى البدني قليل جدا عند اللعيبه. نظره من الجهاز الفني النادي الاهلي على موضوع المستوى البدني، على اللعيب اللي ينزل ده، لا لعيب اللي هو انا عايز اللعيب اللي يموت نفسه، لعيب الفانيلا الحمراء،
اللعيب اللي انا نازل لا انا مش هطلع الماتش اللي انا كسبان، زي نهايه الموسم اللي فات لما مسك كابتن عماد. لا محتاجين ده. انا شايف ديانج محتاج يقعد شويه الفتره اللي جايه ديت. شايف مروان عطيه يأدي بالشكل دوت، يزيد شويتين من الناحيه الهجوميه. شايف الجنبين دول يتحركوا بشكل كبير عشان نقدر نوصل للشكل الهجومي اللي احنا كنا بنتكلم عنه. انا شايف ان شريف ما توصلوش كور كتير، شريف محتاج العرضيات كتير قوي عشان يقدر يسجل منها. لازم الناس تلعب على شريف كتير، لازم اللي ظهرها جنب يدخلوا عشان يبان خطوره زيزو ويبان خطوره تريزيجيه ويبان خطوره محمد شريف. وبالتالي لما اجي انزل اشرف بن شرقي في اخر ثلث ساعه، لا ده يعمل لي فارق وفارق كبير جدا. ليه؟ لان أنا خلاص انا هنهكت الفرقه اللي قصادي، انا لياقتي لا انا زايد، لا انا هنزل بقى هنزل لعيبه اللي تعمل لي الفارق زي جراديشار وزي اشرف بن شرقي، الاثنين ينزلوا يعملوا الفارق. فانا بصراحه انا شوط تاني مش شايف ان في خطه واضحه. كل عذر برضه الكابتن عماد النحاس مره ثانيه، لان ده اول ماتش مفيش خطه، اللعيبه مش واقفه على رجال، المستوى البدني قليل جدا، خط الدفاع علامات استفهام كبيره جدا، مركز وسط الملعب بتاع الاهلي لا مش عامل الفارق اللي يدي الافضليه لثلاثي الهجوم، اللي يقدر خلال ثلاثي الهجوم ينتج هجمات لا مؤثره ويبقى اللعيبه عندها طمع. الوحيد اللي كان عنده طمع النهارده عايز يهدف هو تريزيجيه، جايب بيتحرك ينزل بيستلم بيخش في العمق بيشوط بيسدد. لا تريزيجيه فعلا عايز يعمل حاجه. نظره كده من كابتن عماد على التشكيل ده، التشكيل ده غير مقنع تماما. اكيد الجمهور مش راضي، اكيد الجهاز الفني مش راضي، اكيد اللعيبه مش راضيه عن الاداء دوت. الحلول لسه في الجوله السادسه، لسه بنقول لسه بدري. لا يبقى انا بالنسبه لي الاسماء، انا شايف الاسماء لو تاثر كده وتاخد النادي الاهلي في حته ثانيه، لا خلاص اسماء تقعد. النادي الاهلي قادر بجهازه بالكابتن وليد موجود كمدير كوره، لا الكابتن وليد عنده القدره، لا اي حد هيقعد احتياطي ما فيش حد هيتكلم. شايف ان الاسماء الكبيره لو المدرب محتاجها تقعد لا تقعد، وابدا بالناس اللي لعبت بيها نهايه الموسم اللي فات. انا شايف دول عملوا الفارق قوي، وبالاضافه ان انا هوجد التنافس. لو فعلا نبدا بالشحات وطاهر وشريف، لا انا شايف الثلاثي ده يعمل فرق كبير جدا. على حساب مين؟ على حساب اللي موجودين كلهم. ده كان تحليلنا طبعا لاداء النادي الاهلي. اداء باهت في الشوط الثاني، اداء غير مقنع للجهاز الفني وللاعيبه وللجمهور. على الجانب الاخر لا الكابتن حمزه الجمل لعب ماتش هايل جدا، كان اقرب للفوز، مش هقول يعني لا اتعادل، وكان اقرب للفوز. النادي الاهلي كان عنده فرص في الشوط الاول تخليه يعمل الفارق، لا بس احنا بنتكلم الشوط الثاني النادي الاهلي لا ما كانش موجود بشكل كبير. طبعا شابوه للكابتن حمزه. ركله الجزاء انا شايف ركله الجزاء الصحيحه بتاعت انبي، يعني شايف ده تهور واهمال جسيم مني. يعني انا شايف ان الكوره في حوزه الكوره قدام المهاجم، يعني انا مفيش ما يبعد خالص ان انا اروح ادفع المهاجم في ظهره دفعه. انا عايز اقول يعني بالكوره كده، لا انا اقول يعني دفعه فيها اهمال ويعني سذاجه كبيره جدا من ديانج، ملهاش لازمه خالص. والحكم هيلعب على الكرة دي لو بره ال 18 هيحسبها فاول، لو جوه ال 18 للنادي الاهلي الناحيه الثانيه هيحسبها ركله جزاء للنادي الاهلي. انا شايف ان هي سذاجه كبير واهمال كبير جدا من ديانج، والكوره لا ركله جزاء سليمه. اما بالنسبه بقى للحاله الاخرى اللي هي بتاعت تريزيجيه، انا وجهه نظري ان الوضع هنا مختلف. ليه؟ تريزيجيه الكوره مشتركه، يعني الباكين طالعين وتريزيجيه الكوره طالعه بالكوره، الكوره مش في حوزه تريزيجيه عكس الكوره بتاعت انبي، الكوره كانت في حوزه المهاجم والمهاجم واخدها قدامه في صدره، واللعيب جه من ظهره اللي هو مش شايف الكوره ديانج وزق. هنا الوضع مختلف، الثلاثه طالعين يلعبوا الكوره، اثنين مدافعين وقدامهم تريزيجيه، فده احتكاك طبيعي بالنسبه للحكم، ما فيهوش اي حاجه، تدخل طبيعي واحتكاك طبيعي ما فيهوش، ما تحسبش عليه حاجه خالص. واللعبه بلاي اون ما فيهاش حاجه خالص، دي من وجهه نظري يعني. دي كانت تحليلنا اداء انبي لعب على عنصر البدل اللي قال النادي الاهلي لا بقى يوصل للثلث الهجومي بتاعه بسهوله جدا. هاجم النادي الاهلي بشراسه وكان ممكن يحرز هدفه الثاني. المباراه انتهت بالتعادل مع علامه استفهام كبيره جدا على اداء النادي الاهلي، الخطه اللي كان بيلعب بيها النادي الاهلي، تشكيل النادي الاهلي، لا في حاجات كتيره جدا. اعتقد طبعا هنعذر كابتن عماد وجهاز المعاون في اول مباراه، محتاجين نشوف تفسير الاخطاء دي في المباراه الجايه، مش عايزين نشوف المستوى ده، لا عايزين الاهلي لا فين لا يعني 3 مباريات فيها تعادل النادي الاهلي ده ومباراه فيها هزيمه، لا كتير على النادي الاهلي. شابوه كبير لكابتن حمزه الجمل وفريقه، انبي عمل مباراه كويسه، عرض الاكل الفريقين، التعادل غير مرضي للاهلي، شايف تعادل مرضي لانبي طبعا كان اقرب برضه للفوز. شايف ان لا محتاجين مستوى يعلى
شويتين 3. النادي الأهلي يحط إيده على الأخطاء، الأخطاء دي في أقرب وقت عشان نشوف دوري قوي إن شاء الله. ده كان تحليل مبسط عن مباراة النادي الأهلي وإنبي في الجولة السادسة من دوري نهر 25/26. كل التوفيق للنادي الأهلي وإنبي في المباراة اللي جاية، وإن شاء الله نشوف دوري كويس. كان معاكم هشام حامد حكم الكورة. السلام عليكم.